ازيكم يا حبايبي وكل سنة وانتوا طيبين. انا عارفة اننا اتأخرنا عليكم فترة طويلة عشان بابا زغلول اتسرق. كنت يا مضروبة مالكيش دعوة، انا اللي هعرف المتابعين كل حاجة. والمرة زغلول يعمل مشروع ويكسب فيه، وهو راجع مبسوط كان بيتنطط من الفرحة من الفلوس اللي كسبها. وهو بيتنطط قامت الفلوس وقعت منه. بنت قلتلك اسكتي مالكيش دعوة. كان يا عيني امه فرحان انه كسب 20,000 جنيه، اصل اول مرة يكسب المبلغ ده. اما الفلوس وقعت منه من الفرحة وملقاهاش، له حالة نفسية، ولا بقى يتكلم ولا بقى ياكل ويشرب، طول الوقت بيتزرزر وبس. ايوه، واخويا بازوكا من كتر الزعل عليه ما بقاش يتكلم هو كمان. بتفتني على اخوكي؟ طب ما تقولي للناس انت كمان حصل لك ايه. زي ما انتوا شايفين كده بقت البت كمان بتتزرزر زي ابوه. محتاجة منكم تدعموا زغلول وتحمسوه عشان يرجع تاني زغلول اللي انتوا تعرفوه. ينزل لكم احلى الفيديوهات. قولوا له كده كلمتين حلوين في التعليقات عشان ينسى اللي حصل. يلا بينا عشان تشوفوا زغلول وعرفوا انكم مستنيين. صباح الخير يا ابو العيال. يا اخي احنا في ايام مفترجة، قوم كده وروق. بابا جايبالك خبر حلو يا بابا. المتابعين بتوعك مستنيينك وبيقولوا لك ولا يهمك يا زغلول. قوم اعمل فيديوهاتك، الناس مستنياك. بكره الفلوس تتعوض يا بابا. هي على طول سيرة الفلوس بتلبشك كده ليه؟ يا اخويا كفاية علينا انت، صحتك بالدنيا. طب انا عندي فكرة حلوة، ايه رأيك لما ابيعلك حتة دهب من اللي عندي بس ترجع زغلول بتاع زمان؟ كله هيتعوض يا اخوي، ما انت لو كنت عملت عزومة رمضان ما كانش حصل لك كده. خلاص بطل زرزرة بقى. لو ناوي يا بابا تعمل فيديوهات تاني اعمل اي اشارة للناس عشان هما مستنيينك. الله عليك يا زغلول، الله عليك. بابا زغلول راجع وبقوة، استنونا. راك بقى يا ولاد وكل سنة وانتوا طيبين.